مكتبنا في دمشق يحدثنا من تلك المنطقة في القلمون. حسين، ما هو الجديد؟ فاطمة، يعني الآن نحن نتحدث معك من هذه المنطقة، منطقة القلمون. بالطبع الاشتباكات الأبرز الآن تجري في منطقة النابك التي قد تقدم فيها الجيش السوري. الآن تتركز العمليات في الحي الشرقي، ويعني كما قلت لك سابقا في نشرات سابقة، الحي الشرقي يعتبر الحي الأصعب إذا صح التعبير. أولا هناك أعداد كبيرة من المسلحين الآن تتواجد في الحي الشرقي، هناك أعداد من المدنيين اتخذتهم المجموعات المسلحة كدروع بشرية. يحاول الجيش السوري أولا تأمين خروج عدد من هؤلاء المدنيين من أجل القضاء على المجموعات المسلحة. الحي الشرقي فيه العديد من الأنفاق وبعض الكمائن التي نصبتها المجموعات المسلحة، بالإضافة إلى بعض العبوات التي زرعتها على هذا الطريق. الآن يتقدم الجيش السوري من عدة محاور مع غزارة نارية. ما زالت هذه الاشتباكات مستمرة. هناك محاولة يعني تراجع للمسلحين باتجاه تلال ريم وباتجاه بعض جبال القلمون، حيث يعني نشاهد عن عمليات القصف التي يقوم بها الجيش السوري لهذه المجموعات المسلحة، بالإضافة إلى محاولة استخدام بعض التلال من أجل إعاقة تقدم الجيش السوري، وعمليات القنص التي تقوم بها القناصة التابعة لهذه المجموعات المسلحة. حسب كذلك يعني اطلاعنا من بعض المصادر العسكرية هنا في بلدة النابك، يعني الجزء الأكبر والأهم من هذه البلدة هو بالكامل الآن تحت سيطرة الجيش السوري، وكل الخط الممتد إلى جبال القلمون إلى منطقة يبرود وإلى منطقة الزبداني وصولا إلى المناطق الأخرى إلى الحدود اللبنانية من ناحية عرسال. كذلك هذه المنطقة تشهد حركة للمجموعات المسلحة. تم استهداف إحدى يعني التجمعات للمسلحين التي حاولت أن تساند المسلحين الموجودين في الحي الشرقي، لأنه إذا انتهى الحي الشرقي عمليا بلدة النابك بالكامل تصبح تحت السيطرة، وتصبح يعني هناك جزء كبير من معركة القلمون ومناطق القلمون تكون قد انتهت. لذلك هناك شراسة الآن في المعركة، وهناك محاولات من قبل المجموعات المسلحة حتى لا يكون هناك تقدم للجيش السوري في تلك المنطقة. شكرا لك حسين مرتضى، مدير مكتبنا في دمشق، كنت معنا من منطقة النبك في القلمون. صحيفة تلغراف البريطانية أكدت تحول قادة ما يسمى الجيش السوري الحر إلى أمراء حرب ولصوص يتنافسون على المال والسلاح، مشيرة إلى أنهم نسوا حربهم على الدولة السورية من أجل الحصول على النفط والغنائم. من مسلحين مأجورين إلى أمراء حرب، هكذا تحول قادة ما يسمى بالجيش السوري الحر بحسب تقرير نشرته صحيفة تلغراف البريطانية. التقرير أشار إلى واقعة جمع أحد هؤلاء المسلحين للملايين من الرشوة والابتزاز والسرقة، وصوره وهو يقوم بمراقبة رجاله وهم ينقلون براميل النفط السوري المهربة عبر النهر إلى تركيا مقابل حفنة من الدولارات الأمريكية، وهو يشعر بالفخر لما أصبح عليه خلال أقل من 3 سنوات، حين تحول من فلاح عادي إلى أمير حرب ومن بائع